يسعى نادي الوصل الإماراتي لكرة القدم إلى جلب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي الاتحاد السعودي، من خلال تقديم راتب سنوي مغري في محاولة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن نادي الوصل يتحرك بجدية لضم حمد الله بعد اقترابه من مغادرة نادي الاتحاد، وذلك بسبب الخلافات بينه وبين النادي بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي نادي الوصل قد حددوا مبلغ 11 مليون يورو كقيمة لاستقطاب اللاعب المغربي، بالإضافة إلى مكافآت إضافية في انتظار موافقته النهائية. ومن المتوقع أن يكون نادي الوصل الإماراتي في منافسة قوية مع نادي الشباب السعودي الذي يراقب همسات حمد الله، علماً أن اللاعب المغربي متجه نحو مغادرة نادي الاتحاد في الأيام القليلة المقبلة.